السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ولادي واخواتي وحبايبي، هنعمل مع بعض ايه بقى النهاردة؟ عارفين السلق اللي بيتعمل بيه القلقاس، السلق الاخضر اهو، السلق اهو. احنا قطفنا دلوقتي السلق، نضفناه وشيلته من العيدان اللي فيه، والدور بقى في الغسيل. انتوا عارفين ان اي خضرة اهم حاجة فيها الغسيل. طبعا ايه، لازم نغسله بقى كويس عشان الرمل والطينة اللي بتبقى فيه. نغسله كام مرة بقى وننضفه. لازم نغسله كده مرة بقى كده، ونشيله ايه، نصفيه ونحطه تاني في مية تانية لغاية اما يبقى نضيف، ونتأكد اللي هو مفيهوش رمل. لغاية اما المية تبقى نضيفة ما تتعكرش. لما نلاقي المية مش متعكرة نعرف ان هو طبعا ايه، بقى نضيف كده. لسه المية متعكرة. نغسل تاني. هنعمل السلق ده بتاع القلقاس من تفريزات رمضان ان شاء الله. انا بعمله وبشيله برضو في علب، في اكياس، المهم اللي احنا بنشيله ونخزنه ونحط في الفريزر. الحاجات دي بتاخد وقت طبعا، لما نعملها ونشيلها في الفريزر بتسهل علينا. وقت ما نيجي نعمل كيس قلقاس بنطلع الكيس السلق بتاعه، ما بياخدش وقت معانا غير السوا بس. انا هوريك بقى طريقة السلق. احنا الصراحة كنا بنعمله الاول نقدح السمنة ونحط السلق والثوم عليها. الثوم كنا نحطه في صوص ونفضل نحمر فيه لغاية اما يدبل ويبقى مفيش، يعني السلق مهما تكوني جايبة سلق كتير وتقعدي تحمري فيه تبصي تلاقي مفيهوش، بقى بيدبل ويبقى حبة صغيرين. السلق والثوم والكزبرة الخضراء وشبت. ومفيهوش تراب ولا حاجة ولا رمل اهو، بس هي المية لسه برضو متعكرة شوية، لكن ما فيهاش ولا رمل ولا حاجة. نغسلها مرة كمان، مرة كمان، وبعدين نصفيه. ده السلق بس، ده لسه ما غسلتش الكزبرة ولا الشبت، ده السلق لوحده.
الكزبرة والشبت اهو هغسلهم بعدين. دي اهم حاجة في عمايل الاكل، غسيله. اهم حاجة الغسيل، يضمن ان الحاجة بقت نظيفة. دي اخر مرة كده، خلاص نصفيه. انتوا شاهدين عليا غسلته كم مرة، انا غسلاه كمان قبل ما اصور مرة. نسيبه يتصفى في المصفى ونغسل نغسل بقى الكزبرة والشبت اهو. ادي الكزبرة والشبت. وانا غاسله الحوض برضو قبل ما اغسل حاجه، غاسله الحوض ده لازم، مادام حاجه اكل هتتغسل لازم نغسل الحوض الاول. هو كده كده ما بنعملش فيه حاجه الا الاطباق والكوبايات وحاجه الاكل برضو، بس لازم نغسل الحوض ونصبنه قبل ما نحط حاجه الاكل. انا نقع الكزبره والشبت دلوقتي عشان الرمل اللي فيهم يروق فين، في قعر الطبق. الرمله اللي فيهم اللي بتبقى تنزل. واجيب مصفى تانية ادي المصفى التانية وادي المصفى التانية. نشيل بقى بالراحة كده من على الوش، نحط في المصفى. اللي عملناه في السلق هنعمله في الكزبرة والشبت كذا مرة بقى، يتغسل كده لغاية اما نحس ان المية بتاعته بقت نضيفة مش متعكرة، نعرف اللي هو نضيف. بس انا هعمله بقى المرة دي غير ما كنا بنعمله الاول، مش هحمر السلق دلوقتي. يعني المهم اللي احنا هنعمله بطريقة صحية برضه. احنا طبعا الاكل اللي كنا بنعمله زمان كده بتسمك كتير والحاجات دي ما كانتش بتبقى صحية برضه. يعني اهو ابتدينا دلوقتي اما بقينا نتعب نخف من السمنة بقى شوية وندور على الحاجة الصحية. بصوا الرمل اللي بيبقى في قلب الحاجة الخضرة
نفضيها تاني نفضيها تاني. وادي نلم بقى ونحط في المصفى. لازم تفرقعوا دلوقتي واحنا بنصور. ولا عندكم بقى عندهم فرح. ده صوت طبيعي بقى، نعمل فيه ايه؟ دي اصوات طبيعية. نشيل بقى المصفى بحالها كده ونحطها كده ونفتح المية عليها كده. الشطفة الأخرانية طبعا اتغسل لما قالية ايه. وهنعمل ايه؟ هنشيل المصفى بحالها. نحطها بقى كده تتصفى. كده احنا غسلناه خلاص بقى. نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا حطينا المية بقى تغلي. انا مش هخليها تغلي، هي هتقوم يا دوب هتغلي، بس انا مش هخليها تغلي. وهنحط بقى السلق. احنا يا دوب هندبله بس، هندبل السلق بس. الطريقة دي بقى صحية 100%. هندبل السلق. يدوب ياخد ايه تتبيلة صغيرة كده. انتوا عارفين اللي السلق ده الناس بتعمله محشي برضو.
ورق السلق ده بيتحشي من ضمن المحشي يعني اللي بيتحشي، ورق السلق وورق اللفت بيتحشي برضه محشي. يا دوب بس كده يدبل بس عشان لما يتضرب في الخلاط ميبقاش نايف. على المصفى على المصفى اهو. ونكمل بقية السلق اهو. بقية السلق كله حاطينه اهو. والله الطريقة دي هتعجبكم قوي، اصل هي مش هتخلص على كده، يعني انا هضربه في الخلاط بس مش هتخلص على كده. ساعة ما يجي يتعمل بقى على القلقاس هنكمل عمايله. كده ما احنا عملنا كده بقى ايه، حطينا الكزبرة والشبت نفس الايه الطريقة، هندبله برضو. بصوا لونه بقى اخضر ازاي، بصوا الخضار بتاعه جميل ازاي، ده السلق والكزبرة على بعضيهم. هنفضيهم في الخلاط دلوقتي ونضربهم بقى ضربة حلوة، وهنضربه في الخلاط وهنضربه في الخلاط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادي السلق عملناه اهو، ضربناه في الخلاط وعبيته في الأكياس. ده طبعا كده سلق وخضرة كزبرة وشبت مع بعض. بس احنا لما نيجي نعمله بقى في القلقاس، هنحمر التومة والكزبرة، وهنحط نفضي كيس السلق على السمنة بالثوم. احنا كده ولا حاطين لا سمنة ولا زيت ولا اي حاجة، ده مسلوق. بنيجي نفضيه على القلقاس، نحمر التومة ونحط عليه كيس القلقاس، كيس السلق. نفضي كيس السلق على الثوم ويتحمر شوية معاه، وبعدين نحطه على القلقاس. ادي السلق. ايه رأيكم بقى؟ طريقة صحية ولا مش صحية؟ تنسوناش بقى، تنسوناش بقى يا ولاد. ايه رأيكم في الطريقة دي؟ تنسوناش بقى يا ولاد. نسمي الله كده ونصلي على رسولنا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متنسوش بقى يا ولاد الشير، تشيروا لنا الفيديو واللايكات وتتفرجوا على الفيديو كامل. وعشان ربنا يكرمنا بقى كلنا يا ولاد. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.